الإدارة بتاعتنا بتتكلم عن الاي اي بروتوتايب بيلدينج، ازاي ابني بروتوتايب عليه موديل اي اي مربوط مع اي او تي. قلنا الاي او تي هو الانترنت اوف ثينجز، هو ان انا بربط مجموعه من الاجهزه او مجموعه من الكومبوننتس مع بعض واقدر اتحكم فيهم بالكلام. تمام؟ طيب الليرنينج اوت كامز هشتغل عليها زي ما احنا قلنا الروبوت اسمبلي، ان انا هجمع روبوت. الروبوت ده ممكن يبقى الكار، ممكن يبقى بحطه على مكنه 3 دي بلتر ونشتغل عليه، هيبقى حاجه صغيره خلاص فيها 4 أو 5 مواتير بتلف. عندي البيز وعندي القاعده وعندي الكوع وعندي الغسالات او المخالف اللي بمسك بيها الحاجه بتاعت الارض. بعد كده هبرمج الروبوت ده بروجرامينج اند كنترولينج روبوتس. قلنا عشان اتحكم في الروبوت محتاج كنترولر. الكنترولر ده فيه كذا نوع، زي الاردوينو، زي الراسبيري باي، زي اليس بي. تمام؟ الاختلاف بين الاردوينو والراسبيري باي، الاردوينو بيتكون من ايه؟ شويه ايسات، وعندي المايكرو كنترولر نفسه اللي هو بيكون فيه سي بي يو، بيكون فيه انبوت اوتبوت موديول، وبيكون فيه ميموري، بس ميموري صغيره جدا، يعني بالميكروفون بالكيلو بايت او بالبايت، صح؟ ما ينفعش ان انا اخزن عليه حاجه. ده اردوينو ما ينفعش ان انا اخزن عليه كود ماشين ليرنينج او كود اي اي غير الكود اللي بيتحرق على الاردوينو بس. يعني هي المساحه اللي على المايكرو كنترولر ده كافيه ان انا اخزن عليها بس ايه؟ الكود بتاع الاردوينو اللي بحرقه على الاردوينو اي دي، لكن ما ينفعش احط عليه موديل. قال لك خلاص تعالى نعمل حاجه اسمها راسبيري باي. راسبيري باي دي بيبقى فيها حاجه اسمها الجي بي اي او، تمام؟ اللي هي زي البيانات اللي عندي، اقدر ان انا اربط فيها الاكشويترز بتاعتي او البريفرنس بتاعتي اللي هي السنسورز، المواتير، شاشه، كيبورد، ماوس، اي حاجه اقدر اوصلها بيها واشغلها زيها زي الكمبيوتر بالظبط، واحط عليها اوبريتنج سيستم. والراسبيري باي دي في منها انواع، ممكن تبقى داخل رام 8 جيجا، رام 16، رام 32، نوع المعالج فيها كورتكس، نوع ثاني مختلف، ايا كان نوع المعالج هيبقى ايه حسب ما انا محتاج. تمام؟ والمساحه بتحكم فيها بكارت الميموري. عايز 64 جيجا اوكي، 128 اوكي، 1 كيلو ما عنديش مشكله، خلاص؟ ده كده راسبيري باي. طب الفايده ايه؟ ان انا بحط عليها موديل اي اي وبربط فيها كود الهاردوير بتاعي اللي هي كانت سنسورز مثلا او مواتير او اي حاجه. طيب السيلف ليرنينج اوت كام انتجريشن بين الامبيدد سيستم اند الكمبيوتر فيجن. يعني كلمه امبيدد، امبيدد حاجه مدمجه او داخليه انت مش شايفها. التكييف ده فيه سنسور للحراره، صح؟ البريشر سنسور، هل انت شايفه؟ هو حاجه داخليه. الثلاجه والغساله في البيت، الغساله اوتوماتيك فيها برنامج شغال فيها، صح؟ طب انت شايف اللوحه اللي مبرمج عليها البرنامج ده؟ حاجه امبيدد، حاجه داخليه. الثلاجه، كل الحاجات دي حاجات امبيدد، حاجات مدمجه داخليه. العربيه نفسها بيبقى فيها انظمه شغاله جوه ومستشعرات تبقى امبيدد جوه ايه؟ جوه العربيه نفسها. تمام؟ طيب نبدا بقى لان الاوت كام هو الروبوت اسمبلي. ايه هي انواع الروبوتات؟ في حد فيكم يعرف حاجه عن انواع الروبوتات؟ قول يا صاحبي. الاندستريال روبوت، حلو. قول يا جونس. الدرون، ايه تاني؟ قول يا صاحبي. الاندستريال، ماشي. قول يا جونس. عنده قدام، حلو. قول يا جونس. الود، حلو. قول يا عبد. الجيجل؟ ليه؟ الونش اللي هو زي الكلاب دي اللي بتبقى ماشيه كده زي المعلومه الجلاد. تمام؟ طيب اللي هو جزء. احنا بقى نعمل زنجيات. طيب اول حاجه الان مانج اريال فيكل درونز. يعني ايه كلمه ان مانج؟ محتاج حد يكنترول بالظبط، شغال بدون تدخل بشري. تمام؟ يعني ايه؟ مش محتاج ان انا اطيره في، ممكن اتحكم فيه في حركته.
لكن مش انا مش محتاج حد يسوقها بالظبط كده. تمام؟ اللي هي طائرات بدون طيار. تمام؟ قال لك they are used for a variety of purposes such as photography, videography and surveillance. يعني ايه؟ بستخدم الدرونز دي في عمليه استكشافات، عمليه تصوير، وعمليه اخذ فيديوهات، صح ولا غلط؟ طبعا الحاجه دي ممنوعه في مصر، ولكن ده نوع من انواع الروبوت بيبقى فيه كاميرا بالشكل زي ما احنا شايفين، وفي 4 مواتير. ال4 مواتير دول في منهم مواتير تتحكم في اتجاه اللوكيشن بتاع الحركه، وفي مواتير خاصه بارتفاع عن ايه؟ عن سطح الارض. تمام؟ يبقى اول نوع عندنا unmanned aerial vehicles اللي هي الدرونز. طيب تعال نشوف كده فيديو ليه. فده كده هو التشغيل بتاعه مش شرط يكون طيار هو اللي راكب على حاجه دي ويشغلها، لا انا ممكن اتحكم فيها من الريموت بتاعي، وممكن اصلا اديها تصوير اعملها لوحديها. خلاص؟ الريموتلي اوبريتد فيشن حاجات زي الغواصات او المراكب اللي هي بتنزل في عمليه الانقاذ. تمام؟ بتنزل على مسافات او حاجات شاسعه، حاجات واسعه، حاجات كبيره. تمام؟ فدي بقول لها ريموتلي اوبريتد، دي اقدر ان انا اتحكم فيها عن بعد، اقدر اشتغل فيها وانا قاعد على الجهاز هنا مثلا، اشتغل بسائل الاوامر وهي في مكان تاني. طب ايه اللي بيربط الاثنين ببعض؟ في نتورك بين الاثنين، صح؟ فطبعا النتورك تبقى ايه؟ هتبقى حاجه كلاود، مش حاجه بابليك، او مش حاجه لوكال، يعني مش حاجه داخليه، مش شبكه داخليه، شبكه خارجيه، ده معمول على الانترنت. قال لك they are robots that can operate underwater. اول حاجه انه بيشتغل تحت الميه. They are used for a variety of purposes such as inspection of underwater structures، اللي هو عمليات البحث والتنقيب تحت الميه، اللي هم بيشوفوا الاستكشافات البحريه تحت الميه. خلاص؟ او التركيب المائي تحت الميه. Search and risk and marine archaeology، يعني ايه؟ عمليه البحث والانقاذ، وشغاله زي نظام الغواصات. مارين هي نظام ايه؟ نظام مارين اللي هي غواصه. هل هي تحت الميه بس؟ دي تحت الميه. في منها انواع بتبقى تحت الميه، وفي منها انواع زي كده على سطح الميه اللي هي خاصه بالانقاذ، اللي هو بس اللي هو ايه؟ يعني حد طافي بس يقدر ينزل تحت الميه. ليه تحت الميه؟ لما تنزل تحت الميه بيبقى في فرق ضغط، صح؟ فاكرين الغواصه اللي هي مش الفجر، لا الانفجار، يعني اللي هو عارف اللي هو الانفجار اللي هو الانفجار للداخل مش للخارج. بمعنى تخيل كده معاك كوره بتاعت اللي هي التنس او طاوله، بتدوس عليها، تمام؟ فانت بتعفصها. الغواصه تحت الميه اتعفصت متر مربع في متر، يعني متر في متر ميه 1 طن، متر في متر وزنه 1 طن. فتخيل انت نازل في عمق مثلا 5000 متر او 5000 او 4000 متر تحت الميه بغواصه. لو الهيكل بتاعها او المعدن بتاعها مش مقاوم حاجه زي كده، ومش معاه مواصفات خاصه، بتتضغط. عارف زي ايه؟ اللي هي بيقول لك يعني حتى اسمها الانفجار، مش الانفجار، الانفجار بيبقى للخارج، يعني الانفجار بيبقى للداخل. عامل زي الكنزه في الشمس، زي ما تكون طاقه باللي جواها. تعال شوف الفيديو ده كده. حاجه اسمها سمارت ايمج، هتوصل سمارت ايمج تحت الميه. هي توصل سمارت ايمج يبعت موجات صوتيه وبتحطها في حاجه صوتيه كده زي الالترا ساوند.
عشان تهيئها ان هي تبقى قادره تنزل تحت الميه من غير اي مشاكل. خلاص؟ طيب autonomous underwater vehicles قال لك دي برضه روبوتات that can operate underwater without being remotely controlled ولكن بدون تحكم عن بعد. دي التحكم يكون من داخليا فيها. They are used for a variety of purposes such as oceanography, environmental monitoring and mine sweeping. دي بيكون المتحكم فيها بيكون اما شخص جواها اما ان هي متبرمجه اما ان هي autonomous اوتو ان هي تبقى متبرمجه تعمل تاسك معينه او محدده. هتنزل مسافه 1000 متر تحت سطح الميه تعمل حاجه معينه وتطلع تاني، اتبرمجت على كده خلاص مش متحكم فيها. تمام؟ دي الاوتونوموس. يبقى عندي دلوقتي ثلاث انواع اتكلمنا عنهم. اول حاجه الاريال الانماند اريال روبوتس زي الدرون. النوع الثاني الاندر ووتر ريموتلي اوبريتد روبوتس زي الاندر ووتر روبوتس. النوع الثالث الاوتونوموس. اول اثنين اقدر اتحكم فيهم سواء كان درون اقدر اتحكم فيه بالريموت بتاعه عن بعد والتاني الريموتلي برضه اقدر اتحكم فيه عن بعد. ده اوتوماتيك يعمل تاسك معينه ما اقدرش اتحكم فيها. خلاص؟ انا مش هقول روح يمين وروح شمال غير لما ابرمجه على الحاجه دي. تمام؟ unmanaged ground vehicle. في حاجه خاصه بالهواء الاريال زي ما قلنا هي الدرونز وفي حاجه خاصه بالجراوند اللي هي الارض. ده برضه مش محتاج حد ان هو يسوق عشان يحركه، صح؟ ده اقدر اتحكم فيه من خلال الريموت كنترول او من خلال ايه؟ ابرمجه برضه حاجه معينه يعملها. unmanaged ground vehicles تبقى بالشكل ده كده بيبقى في هي والفور ليج الاثنين شبه بعض. يعني في حاجات ان هي unmanaged ground زي كده وتنفع برضه توصيف ان هي ايه؟ ان هي الليج روبوت اللي فيها رجول. They are robots that can operate on land بيشتغلوا على الارض. They are used for variety of purposes such as bomb disposal, search and rescue and agriculture. ايه هو البومب ديسبوزل ده؟ اكتشاف الالغام او حل الالغام. تمام؟ وهي عمليات البحث والانقاذ وهي عمليات الزراعه. خلاص؟ طيب حد يدي مثال على الاجريكلتشر ازاي يستخدموا عمليه الزراعه؟ الزراعه مثلا هي تروح مثلا تحط زرعه مثلا تحط نقطه مثلا كل مساحه. زي العربيه اللي عايز تعملها السنه اللي فاتت. تمام؟ بتاعت البطاطس. اللي هو انا ممكن اخليه هو يتحرك باجساد معينه ويحط البذور على ابعاد متساويه. تمام؟ او في الحراسه. الحيوانات الضاره اللي بتنزل الزرع، الطيور، تمام؟ الحاجات دي كلها يقدر ان هو يمد يشتغل عليها. ممكن يعمل صوت. تعال بص الكعب بتاعه ده. بص هو رابع بيتحرك الجنب بيتحرك قدام. خلاص. مش معرفه الفرق في الميكانيزم بتاع كل روبوت. اللي مع رامز الميكانيزم بتاعه مختلف عن ده شويه. يعني ايه ميكانيزم؟ يعني الميكانيزم يعني التركيب يعني حركه المواتير. يعني انا دلوقتي مثلا لما اجي اعمل روبوت، الروبوت ده عامل فيه موتور هنا، موتور واحد بس. الموتور الواحد ده هيخلي الدراع يتحرك ازاي؟ خلاص يا اما كده وكده يا اما كده وكده، صح؟ طب انا عايز اعمل موتور يخليه كده. كل حاجه فدي ممكن تبقى مش على موتور، ممكن تبقى ليها ميكانيزم من جوه لو لف او حاجه مش موتور واحد يبقى موتورين ثلاثه وكل موتور مسؤول ان هو يتحرك اتجاه معين. لو لف الموتور ده يتحرك كده، لو لف الموتور ده يتحرك فوق وتحت وهكذا. فالميكانيزم متغير. شايف ان الميكانيزم وصل بس الاندستريال روبوت اشهر انواع الروبوت اللي احنا بنشتغل عليها ونتعامل معاها هي الاندستريال روبوت ارمز. دي بستخدمها في عمليات الصناعه. زي السنه اللي فاتت ان شاء الله حاجه اسمها البي ار 15400. ده نوع من انواع الروبوتس ارم بتستخدم في المصانع.
ثم تقطيع الاخشاب، تقطيع الازاز، اللحام، تمام، تجميع العربيات، البينتنج، الرسومات، الحاجات دي كلها يقدر ان هو يقدر يعملها عادي. تمام. They are robots that are used in factories to automate tasks such as welding. يعني welding لحام. يبقى الارم روبوتس دي او الاندستريال روبوت بستخدمها في ايه؟ عشان ده من ضمن الاسئله اللي لكم نظري في الاسسمنت. بستخدمها في عمليات اللحام، عمليات الرسم، البينتنج اند الاسمبلي. يعني ايه اسمبلي؟ التجميع، تجميع عربيات، تجميع العاب، تجميع اي حاجه هو بيتبرمج على حاجه معينه يعملها بيعملها عادي. They are typically very precise and they can work for long periods of time without getting tired. يعني ايه؟ يعني كلمه بريسايز هي بريسايز عن الدقيق، مش بريسايز عن الدقيق في شغله وما بيتعبش، يقدر يشتغل لفتره طويله جدا من غير ما يتعب. ودي من ضمن مميزات ايه؟ الاندستريال روبوت. عشان ممكن انا اكتب لكم الاسسمنت مثلا قارن بين انواع الروبوتس، الحاجات اللي بيعملوها ومميزات كل واحد عن الثاني. خلاص؟ تعال نبص كده، ده بيعمل عمليه لحام اهو. خلاص؟ يبقى اقدر استخدم عمليه ايه؟ ويلدنج لحام، بينتنج لحام، واسمبلي. خلاص؟ ممكن على خط السير ده اللي هو يعني وظيفه اللي هو بيعمل اورجنايز، يشيل الحاجات البايظه ويشيل الحاجات الكويسه حسب ما وظيفته ايه. ليج روبوت هتلاقي ان هي شبه الانماند جراوند فيكل، صح؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه انها بتمشي على الارض طبيعي، ودي انماند جراوند ودي فيها ليجز، اللي فيه ليجز ده مش هيمشي على، مش هيمشي على الحيطه يعني، ده هيمشي على الارض. الاثنين بيمشوا على الارض. They are robots that have legs and can walk or run. They are still in the early stage of development, but they have the potential to be used for variety of purposes such as search and rescue and disaster relief. هو يقدر ان هو يمشي ويجري وبرضه يستخدم في عمليه ايه؟ الانقاذ والبحث. الانمانج الاثنين استخدامهم واحد، والاثنين دول نفس الحاجه هي تمام. بس في فرق ان ده ممكن يبقى مش محتاج ان انا اتحكم فيه ريموت، لا ممكن اخليه ذكاء اصطناعي مثلا، اديله ذكاء اصطناعي عليه يقدر ان هو يعمل عمليه ريسك وانقاذ لوحده، صح؟ من غير ما ادخل فيه، مش اقول له اتحرك يمين واتحرك شمال، مش زي الدرون انا بتحرك اتجاه وهو بيتحرك، صح؟ انما ده لو بصيت كده هتلاقي ان في كاميرا هنا، صح؟ هتلاقي برضه ممكن يكون في مستشعرات بتاعت اوبستكل افويدنج اللي هي ايه؟ اللي هو تجنب العقبات، يعني لو ماشي ليه قدامه حيطه مش هيخبط فيها، لا هيتحرك يمين ويتحرك شمال. خلاص؟ فده تركيبه والميكانيزم بتاعه مختلف عن الانمانج جراوند فيكل. تمام؟ الناس اللي كانت شايفه كبير ايه؟ ما كانش شايفه كبير هو السؤال مش هيقول لك يعني مش هيقول لك صح بالدرجه دي، لا هيقول لك مثلا ان انا في حاجه بستخدمها تبقى على الارض بس الريموت تقدر تتحكم فيها، وحاجه متخصصه ان انا اديها اوتوميتد تاسكس. الليج روبوت ده ممكن اديله اوتوميتد تاسكس تعملها عادي. طيب والجراوند بيكر ده ممكن تقدر تتحكم فيه، او ممكن برضه يعني بص الفرق ما بينهم في الميكانيزم. بس انا هجيب لك نفس الصوره دي كده مثلا، نفس الهيكل ده بالشكل ده، هجيب لك الصوره الثانيه للاسف لو هجيبه لك يعني. تمام؟ لكن الاثنين ينزلوا تحت ايه؟ تحت نفس النوع. How do I prepare the work environment to build robots؟ ازاي او ايه اللي محتاجه علشان خاطر اهيئ البيئه او الورك ستيشن اللي انا هشتغل فيها عشان اعمل اسمبلنج للروبوت؟ عايز حد يقول لي كده ايه اللي ممكن احتاجه؟ قول يا اول. اول حاجه الحاجه اللي انا عايز اعملها هي لما بنفذها وبعدين لسه نحط ده. ماشي. قول لي كده. تحت المكان عليه الالوان بتاعتي اكون شايف كل الالوان اهم عليها من عليه. يبقى اعمل مكان واحط فيه الادوات بتاعتي واجمعها. طيب قول يا محمود.
السيفتي لودز او تولز، سواء كانت ادوات السلامه والامان او اللبس بتاع السلامه والامان. ايه تاني؟ لو انا شغال على روبوت هجمعه، والروبوت ده بيتحرك هو اي ار 15400، الماكسيمم ريتش بتاعه متر و40 سم، يعني هو متر ونص، يعني الحركه بتاعته بيتحرك في اي اتجاه متر و40 سم. تخيل ان الحته اللي انا شغال فيها حته قد كده، وحاطط فيه اسطوانه قطع بتاعت خشب او قطع حديد، ولاي سبب من الاسباب فصل عنه باور مره واحده. طبيعي ان هو لو شغال في حاجه معينه هيرجع للستارت بوزيشن بتاعه، صح؟ هو شغال كده وانت واقف هنا وراح لقيت خلاص الكهرباء قطعت عنه، فرجع جاي لك كده وراجع مكانه. وممكن يحصل اصلا ايرور او بج في الكود بتاعه يخليه ان هو يتحرك حركه عشوائيه. يبقى لازم انا ابقى بره الحيز بتاعه اللي هو المتر 40 سم، صح؟ عشان في اي اتجاه لف مع ورا ده في اسطوانه قطع، او في واحد تاني مثلا معانا اللي هو نقطه اللحام، واحد معاه الباسبور بتاع النار اللي هو بيحرق بيه ده او بيسيح بيه، تمام؟ ففي من ضمن حاجات السيفتي او اعداد البيئه بتاعتي او ورك ستيشن اللي انا شغال عليها عشان اعمل اسمبلي او اشغل روبوت، الناس بتكون مهتمه اول حاجه بالمكان، محضر الادوات اللي هتسلي بيها كويس، محضر الهدوم اللي هستخدمها، تمام؟ ايه تاني؟ هبدا ان انا اعمل اسمبلي. طب هعمل اسمبلي مش المفروض ان انا احدد نوع الكنترولر اللي انا هستخدمه؟ هل انا محتاج حاجه اشتغل بيها بس جاست ان هي تديها سيجنالز وتشغلها وتفصل، ولا حاجه محتاج يكون فيها واي فاي موديول، حاجه يكون فيها بلوتوث، حاجه هرفعها على نتورك او لان بابليك كلاود، هشتغل راسبيري باي، هشتغل اردوينو، هستخدم معايا اي اي موديل ولا مش هستخدم اي اي موديل؟ ايه هي انواع السنسورز اللي انا هستخدمها؟ وهل هي كومباتبل ومتوافقه مع باقي الحاجات؟ يعني ممكن اجيب مروحه 9 فولت وانا القطعيه اللي عندي 5 فولت او 3.7 فولت، اشتغل بطاريه مع سنسورز مع مروحه مع بامب مع كذا كذا كذا، جبت 4 مواتير. الاربع مواتير دول دي سي موتور، عشان اشغلهم كلهم مره واحده وما اخليش الدايره بتاعتي محتاج موتور درايفر. هل جبت موتور درايفر؟ جبت موتور درايفر بيشيل 3 مواتير بس وانا عندي 4 مواتير. فكل الحاجات دي بحسبها وانا شغال ايه؟ وانا بجهز البيئه بتاعتي اللي انا شغال فيها. يبقى steps before building the robots. Designing او designating a workspace, installing the safety equipment. أول حاجة هنا the workspace should be large enough to accommodate the robot and all of the tools and the equipment that will be used. It should also be well lit and ventilated. يعني ايه تبقى معزولة؟ تبقى في مكان مش أي حد بيدخل فيه ويخرج منه والكلام ده. لازم تكون كبيرة إلى حد ما، يعني أنا هشتغل زي ما قلنا بالأرض، ما ينفعش إن أنا أحط له مساحة مثلا متر ونص وهو أصلا بتاعه متر و40 سم، يعني هيجيبني خلاص؟ ولازم يبقى دي بيكون مساحة حركة أتحرك فيها، لازم تبقى أدواتي متنظمة بشكل معين علشان ما تتعبنيش وأنا شغال بيها. Installing السيفتي equipment، السيفتي equipment زي إيه؟ مثلا لو استخدم اللحام والحاجه لو انا بلحم بعمل ويلدنج فانا محتاج مضاد اللحام. لو انا شغال بحاجه بتعمل صوت او بقطع الكلام ده فانا عايز اللي هي السدات بتاعت السماعات دي، تمام؟ همسك حاجات محتاج جلافز، وانا بلحم برضه محتاج جلافز، تمام؟ الخوذه لو انا في حاجات مثلا شغال مع اندستريال ار لازم الخوذه ده اساسي، تمام؟ انه ممكن يشيل حاجه مقطوعه منهم وانا تحتيه او انا في الحيز بتاعه. البوت او الجزمه برضه ممكن استخدمها لو انا شغال في تقطيع حديد، في مكان ممكن اوصل فيه كهرباء وفيه ميه، تمام؟ حاجات زي كده. وطبعا المفكات والبنس والمفكات والاسدير ومكوى واللحام والحاجات دي كلها برضه من الحاجات اللي انا بستخدمها. كرييتنج بلان، ببدا ان انا بحضر
خطه علشان ادي بيها الرول بتاعي ده. Take some time to create a plan. This will help you to avoid mistakes and to ensure that the robot is safe. لو انا هبدا اعمل مشروع، اول حاجه بفكر بعمل خطه ابدا بيها، بعد كده اعملها سيميوليشن الاول. ما بشتغلش ابدا هاردوير الا لما اخلص سيميوليشن. ليه؟ في مشروع من ضمن المشاريع جبنا ادوات ب 1000 ونص. تمام؟ وبعدين الطالب هنا قلت له خد اشتغل عليها لغايه بس ما اخلص حاجه بعملها. والطالب كل اللي عمله ان هو وصل من غير ما يعمل سيميوليشن. هوب وصل حرق لي الدي اتش تي 11 زي بعض مش مشكله، فداك خد واحد تاني. اشتغل حرق لي البامب، ووتر بامب كنت جايبها برضه صغيره، يا عم فداك خد اللي بعديها. حط السويل مزيتشر اتضرب، قلت له انت جايب حاجه غلط. طب معلش يا باشمهندس هي هظبطها هعمل مبسوط الكلام ده. اخر حاجه حرقها كان الواي فاي موديول. بجيب له اي اس بي 01 دي اللي هي واي فاي موديول، جبتها له والله حرقها. طب يا حبيبي دي خلاص سيب الحاجه اشتغل، يا اما تشتغل سيميوليشن الاول يا اما سيبها انا اشتغل عليها انا. حاضر يا باشمهندس سبته. رجع عمل ايه؟ حرق الاردوينو نفسه. الواد ب 1000 ونص في ساعتين حرقهم لي كلهم. ساعتين 1000 ونص. فلازم قبل ما اشتغل حاجه لازم اكون مخطط لها كويس وعامل لها سيميوليشن كويس جدا وعامل الدايجرام بتاعي عارف هوصل ايه على ايه، وعارف ان دي ما تستحملش غير 3.10 فولت، ما ينفعش ازود اكتر من كده. كان في ال سي دي فيها اي تو سي. تمام؟ انا متعود ان اوصلها من غير اي تو سي، واوصلها بالبيانات البي سي سي والبي او والار اس والار دبليو والدي 4 5 6 7. يعني بوصل في ال سي دي وصل مثلا 7 او 8 اسلاك، ما كانش 10 اسلاك مثلا. تمام؟ هم دلوقتي لا سهلوها، حطوا فيها اي تو سي في 3 بيانات بس، الاس دي اي والاس سي ال او الاس سي اي والبي سي والجراوند، 4 بيانات برضه حرقت. فهي الفكره لازم تبقى انت عارف شغال على ايه. خلاص؟ يعني مثلا الاي تو سي ما ينفعش ان انا بلحم الاي تو سي في ال سي دي اخليهم لازقين على بعض محملين على بعض، هو حملهم على بعض فعمل شورت سيركت حرق الاثنين. تمام؟ لازم ابقى مخطط كويس وعارف ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها عشان ما اقعش فيها. Using the right tools لازم استخدم الادوات المناسبه. لو انا هقيس الفولت فانا محتاج معايا افوميتر في فولت، في فولتج وفي امبير وفي ريزيستنس. ما ينفعش اجيب مثلا اميتر ده بيقيس امبير بس تيار. طب انا عايز اقيس فولت، اقيسه ازاي؟ البنس والزراديات والقطر الحاجات دي كلها لازم تكونوا معايا عشان اشتغل عليها. القراجه لو انا هشتغل على تقديش حاجه معينه، بس هو القراجه هنا عشان بس اقشر بقى الاسلاك. ولازم تبقى واخد بالك وبي كيرفول. شايفين المنظر ده؟ نفس المنظر كان عامله طالب السنه اللي فاتت في كولر 4 وانا شغال بالارم الاسود ده كبير، وموصل بيه البوتنشال ميترز اللي هي المقاومات المتغيره. تمام؟ والمفروض ان المواتير دي بتشتغل على باور سبلاي عالي، ما ينفعش البطاطس الصغيره. فاول ما اشتغل تمام بيلف معايا البيز حلو مفيش مشكله. وصلت الموتور الثاني ثلاث ربع ما اشتغلش، مره واحده دخلوا التيار مره واحده لقيت الارم لف بعزمه خبط وقت في دماغه يعني بالمخالب بالمجاسات بتاعت الجريبر خبطت في دماغه. فما ينفعش تبقى حاجه زي كده يعني، لا ادي براح ادي وسع، ما ينفعش المنظر ده انك تبقى لازق في الحاجه كده ومركز فيها. طب انت مش ضامن حصلت قفله، حصلت مثلا ماس اي حاجه. الاردوين ده مصنوع على باور سبلاي بيدي داخل له 220 من الحيطه، مش اللي دخل من التيار اللي دخل من الحيطه 220 ويخش على الدكتور بيحولها حسب الحاجه اللي داخله. ده عايز 9 فولت ده 9 فولت، ده عايز 12 ده 12. تمام؟ فلازم ناخد بالنا احنا ايه واحنا شغالين. Building your robots from scratch. Plan your robots, propose and design. Robot design and propose are just as important as mechanical parts. بيقول لك ان فكره ان الروبوت هيعمل ايه مهمه زي الاجزاء الميكانيكيه اللي انا هحطها في الروبوت بالظبط. لو انا مش عارف ان العربيه بعد ما اجمعها هعمل بيها ايه، ليها لازمه؟ انا دلوقتي بقول عايز اعمل عربيه بتتحرك بالتراسونيك
تتجنب العقبات اللي قدامها، صح؟ يبقى انا كده حددت الهدف اللي هتعمله، صح ولا غلط؟ عشان اعملها محتاج كميكانيكال بارتس، محتاج ايه؟ محتاج التراسونيك، محتاج العربيه 4 ويل او 2 ويل، محتاج بطاريات، محتاج اردوينو، محتاج موتور درايفر. حددتهم وانا قاعد، صح؟ طيب. Without having a clear goal for what you want your robot to achieve, you won't know where to start. Your end goal is essential to know which processor, sensors, and actuators will do the job. لو انت عارف الهدف بتاعك اللي انت عايز تعمله في النهايه، هتبقى عارف ايه هي السنسورز اللي انت محتاجها، ايه هي الاكشويتورز اللي انت عايزها. ايه هي الاكشويتورز؟ اي حاجه فيها ايه؟ فيها حركه، مش سنسورات بس، اي حاجه فيها حركه، المواتير، الفان، الووتر بامب، الحاجات دي كلها اسمها اكشويتورز. تمام؟ والسنسورز والبروسيسور، انا عارف ان انا مش هستخدم بي اي جوجل، فمش محتاج حاجه عاليه، مش محتاج راسبيري باي، لا جاست محتاج اردوينو، ممكن يكون اون. عارف ان انا هيوصل سنسورز، هحتاج تقريبا 50 بالنايه، هينفع معايا اردوينو اونو؟ عايز اردوينو ميجا، صح ولا غلط؟ يبقى حسب ما انا عارف انا عايز ايه، هقدر احدد نوع البروسيسور والمايكرو كنترول اللي انا عايزه. خلاص؟ طيب اكسرسايز. وات كان روبوت كار دو؟ ايه اللي يقدر يعمله الكار روبوت من وجهه نظرك؟ على حسب الفورم اللي هي. تخيل انا بقول لك هديك دلوقتي عربيه كار اهي، قول لي هقدر استغلها ازاي؟ ممكن مثلا التوصيل، ماشي، ايه تاني؟ الزراعه، ايه تاني؟ استكشاف الاماكن الضيقه او الصغيره، ايه تاني؟ ايه؟ الالغام، شاف الالغام. المونتري ممكن. ايه تاني يا ادم؟ يا ادم يعمل ريسك، يعمل ريسكينج او يعمل انقاذ. moving objects from one place to another، ممكن احرك بيها الاشياء من مكان لمكان تاني. or more difficult tasks such as increasing the range of robotic arm، ممكن الارم بتاعي اصلا احطه على العربيه واخليه بدل ما هو شغال في حته واحده بس، لا يشتغل في كذا مكان تاني. مثلا العربيه بتاعت البطاطس، تمام؟ اللي عايز تعملها ايه؟ هي حط عليها ايه؟ حط عليها ارم، الارم ده بيتحرك لما العربيه بتتحرك، وهو اللي بيحط البذره في الارض وبيسحب الشكل مثلا القديمه. نفس المشروع ده سينيور 3 عاملينه في الكابستون، بس بيعمل ايه؟ بيعمل حصاد للطماطم، عربيه بتحركها فيها برضه ارم، بياخد الطماطم بناء على كاميرا، بيشوف الطماطم اللي ناضجه بس ويقطعها ويحطها في السله ويكمل. تمام؟ فانا كده قدرت ان انا اعمل امداد دي الحركه بتاعته، مش جاست ان هي في مكان محدد، لا الارم بيشتغل في اي مكان، طول ما انا قادر ان انا ايه؟ قادر ان انا احركه. بس دي بنتكلم طبعا على الارمات ايه؟ الارمات الصغيره مش الارمات الكبيره. لان الارمات الكبيره عايزه ايه؟ عايزه كونتينرز او عربيات ايه؟ عربيات كبيره برضه. How many wheels I need in the designed robotics car؟ كم عجله محتاجها؟ وانا بحتاج 3 أو 4 مش 2. ليه؟ العربيه التو ويل، العربيه التو ويل بيبقى هي عجلتين ورا، طب وقدام اتحط على ايه؟ لازم يبقى 3 عجلات، يبقى 4 عجلات، عجله من قدام وعجلتين من ورا، او يكونوا 4 عجلات. والعجله القدامانيه هي عباره عن بليه انا مش متحكم فيها، لكن انا متحكم في الاثنين اللي ورا. عندي موتورين، لو خلينا نقول انا عايز الف يمين، الف ازاي؟ بشغل الشمال، بشغل واحد واقفل واحد، فده يقف فده يتحرك ويحف العربيه، صح؟ عايز اكمل، اخلي الاثنين يلفوا في اتجاه واحد ولا عكس بعض؟ عايز اكمل على طول بقى، هيطلعوا قدام يلفوا عكس بعض ولا في نفس الاتجاه؟ نفس الاتجاه. يرجع لورا يلف برضه في نفس الاتجاه بس اتجاه معاكس. لكن ما ينفعش واحد بيلف مع عقارب الساعه والتاني بيلف عكس عقارب الساعه، غلط. مش هتتحرك، هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد تلف في مكانها تدور. خلاص؟ طيب. choose your micro controller زي ما احنا قلنا عشان احدد نوع المايكرو كنترولر بتاعي اللي انا محتاجه.
لازم احدد الجول او الهدف او الاوبجكتيفز اللي انا عايزها. احط اي موديل في الموضوع، هعمل انتجريشن بين اي او تي واي اي، يبقى عايز راسبيري باي. هستخدم اي او تي بس، يبقى عايز اردوينو او اي اس بي. عايز فيها حاجه فيها واي فاي مديول، يبقى خليني في الاي اس بي على طول. عايز حاجه بيناتها كتيره، يبقى خليني في الاردوينو ميجا. عايز حاجه فيها بيلت ان واي فاي، خليني في الاردوينو يونج. تمام؟ حسب التاسك اللي انا عايزها. ايه الفرق بين الاردوينو والراسبيري باي؟ اردوينو از مايكرو كنترولر، الراسبيري باي از مايكرو بروسيسور. ايه الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور؟ انا ممكن بالحلقه قول يا كنت هنعمل الفكره على التليفون يعني. الباشمهندس قال ان هو الاردوينو لازم لازم بمصر باللاب او الكمبيوتر الاي اي او الموديل بتاعه. بالظبط. لكن الراسبيري باي انا بحط الموديل اصلا في الراسبيري باي فيبقى مش محتاج، يبقى ماشي كده على وبعدين ماشي. بيعتمد على الريزلت اللي جاي من الشغل. مثلا لو نظام الريزلت عليه الريزلت اللي جاي من موديل هنعتمد عليها في الحركه. في برضه بس دي فكره هي دي ولا لا؟ هقولها. الباشمهندس برضه كده قبل كده ان احنا لما بنيجي نهدف الكود في الاردوينو بيتحرك اصلا على البي سي، بيبعت الاردوينو، لكن في الباي بيتحرك على الماشين. مش فاهم. طيب تعالى كده. Arduino is microcontroller board that allow you to control the electronic parts attached to system circuit board. هو عبارة عن أداة تحكم. كل اللي أنا بعملها إن أنا بتحكم في الأدوات اللي متوصلة معايا في الدايرة. إمتى أطلع سيجنال عليها بزيرو أو بواحد؟ بمعنى أنا دلوقتي عايز أشغل الليد، أطلع عليها إيه؟ واحد. عايز أفصلها، أطلع عليها زيرو. تمام؟ فانا كده بتحكم فيها. دي وظيفه الاردوينو، ان هو بس ان هو بيطلع اشاره او بيمنع الاشاره دي، اما يطلع واحد اما يطلع زيرو. تمام؟ طيب تعالى الراسبيري باي از مايكرو بروسيسور. ايه الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور؟ قال لك ان المايكرو بروسيسور كنترول بورد ذات allow you to compute data, generate valuable output and to control component in a system based on the result of its computation. المايكرو بروسيسور او البروسيسور عامه بيكون فيه حاجه اسمها السي بي يو. السي بي يو ده بيكون بيتكون من ايه؟ انبوت اوتبوت وال ال يو الارثماتيك لوجيك يونت اللي هي وحده الدوائر المنطقيه اللي هي بتعمل العمليات الحسابيه، السي بي يو. تمام؟ واليو سي اللي هي اليونت كنترول. المايكرو بروسيسور يقدر يعمل معالجه للبيانات على الجهاز بتاعك نفسه. لكن المايكرو كنترولر لا، المايكرو كنترولر كل وظيفته ان هو ما بيفكرش. المايكرو كنترولر اما طلع واحد اما طلع زيرو، بناء على ايه؟ انا اللي بقول له بناء على قرايه السنسور الفلاني خد القرايه دي طلع لي زيرو، او خد القرايه دي طلع لي واحد، صح؟ اف كونديشن بعملها جوه الاردوينو اي دي وانا بكتب الكود. اف ان التمبريتشر اصغر من 20 شغل المروحه، او اكبر من 20 شغل المروحه، الس افصل المروحه. يبقى انا اللي بقول له اعمل ايه، صح؟ طيب انما الراسبيري باي فيها مايكرو بروسيسور عشان يقدر يشتغل معاه الموديل بتاع الاي اي اللي انا اصلا هدخل له داتا ويعمل لها بروسيسنج ويطلع لي في النهايه اوتبوت، صح ولا غلط؟ ده الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور لا، في حاجات بتعمل معالجه، بتعمل بروسيسنج للداتا. لكن المايكرو كنترولر كل اللي بيعمله ان هو بيطلع اشاره اما بواحد اما بزيرو. ليه؟ للاجزاء المتوصله معاه في نفس الدايره. وضحت؟ كم واحد مش فاهم؟ تمام؟ مش فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم ولا مش فاهم؟ ولا مش فاهم؟ هو طيب. طيب تعال نشوف كده مقارنه بين الاردوينو والراسبيري باي. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك اول حاجه الاستراكشر بتاع الهاردوير. الاردوينو سامبل، هو الديزاين بتاعه بسيط وسهل والسهل مفيش اي مشكله. الراسبيري باي كومبلكس، معقد شويه. ليه؟ في الاردوينو هتلاقي فيه بنات بتاعتك عاديه طبعا،
مترقمه. الجي بي اي او اللي في الراسبيري واي مش مترقمه، بيبقى عندك واصله الكاميرا، واصله الكابل الايثرنت وكابل اتش دي ام اي والسماعات والواي فاي والبروسيسور، الحاجات دي كلها موجوده عليه. البروسيسور ران ات ذا سبيد اوف 16 ميجا هرتز، الثاني 1.4 جيجا هرتز. ايه هي السبيد بتاعت الفريكونسي او البروسيسور ران اللي هي الهرتز دي؟ ايه معناها؟ يا مستر ايه؟ سيشن لاب 1. هنعمل ايه؟ ربنا هدانا بقى. ايه الدنيا في حاجه ولا ايه؟ حبيبي انا هاجي لك كده. سرعه دوران البروسيسور عشان يعمل سايكل، يلف البروسيسور ويعمل عمليه معالجه، دي اللي اسمها السبيد او الفريكونسي او التردد بتاع البروسيسور بتاعي. دي حاجه بقيسها بالهرتز اللي هي معدل الدوران في الثانيه الواحده كام. تمام؟ فهنا دي بتلف 16000 لفه مثلا في الثانيه او في الدقيقه. تمام؟ 16 ميجا هرتز دي 1.4 جيجا هرتز. يعني دي قد دي تقريبا كم مره؟ ده 16 وده 1.4، يعني دي تقريبا كده قد دي 1000 مره تقريبا، 1000 مره او 900 مره. تمام؟ معدل سرعه يعني معدل استجابه البروسيسور. شوف انت بتفتح مثلا الجهاز ده بياخد وقت لما يفتح مثلا ابلكيشن عن جهاز تاني مثلا كور اي 7 او كور اي 9، هوب تفتح الابلكيشن يشتغل معاك على طول. ده بناء على ايه؟ بناء على سرعه استجابه السي بي يو بتاعك، عامل بروسيسنج للحاجات اللي متخزنه في الكيو بتاعه، اللي هو بتخزن. هفتح جوجل كروم، بعد كده هفتح الكالكوليتور، بعد كده هفتح الكوبايلوت، بعد كده هفتح اردوينو اي دي. تمام؟ هعمل كل ده امتى؟ فسرعه دوران البروسيسور هي اللي تديك الاستجابه او اللي تديك الاداء القوي بتاعك انت بتشوفه على الاجهزه دي. ايه الفرق بين الجهاز ده وبين الجهاز بتاعك انت مثلا الشخصي اللي هو مثلا كور اي 5 بس حاسس ان هو سريع معاك اكتر؟ المعالج. طيب ايه الفرق بين المعالج؟ سرعه الدوران، الامكانيات بتاعه زي كده. خلاص؟ طيب السي بي يو اركتكتشر 8 بت 64 بت. ايه معنى كلمه البت؟ بالظبط. زي اصلا بس دايما فيها الثمان خانات اسمها بايت، الخانه الواحده اسمها بت. ده هنا السي بي يو اركتكتشر بتاعه لما يجي يبعت الريكوست ويرد عليه بريسبونس في السي بي يو اركتكتشر بتتبعت في 8 بت بس، فبتبقى الانستراكشن اللي هتتنفذ صغيره، ما اقدرش اديله انستراكشن كومبلكس. بمعنى انا دلوقتي في ال8 بت دول مطالب مثلا ان انا هقول له اجمع رقم زائد رقم، صح؟ فياخد بيتس للاوبريشن وهياخد بيتس ثانيه للرقم الاولاني وبيتس ثانيه للرقم الثاني، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. انما انا هنا مديني في الراسبيري باي اتاحه 64 بت، اقدر ان انا ابعت كومبلكس انستراكشنز يعني عمليات معقده، مش شرط جمع وطرح وضرب، حاجات تبقى مناسبه لل8 بت بس. يعني تخيل انت معاك شنطه، بقول لك خد الشنطه دي وعندي هنا انا عملت اوبن بوفيه، عبي اللي انت عايزه. فانت معاك شنطه صغيره، خدت حاجات ايه؟ على قدك. واحد تاني دخل بشنطه كبيره مقاس 64 اللي هي دي، لم فيها كل اللي عايزه، صح؟ يبقى انا اقدر ان انا ابعت الانستراكشن بتاعتي وانا مرتاح، حتى لو هي كومبلكس ما بقاش على كذا مره، لان 8 بت دي ما تخلينيش ابعت الانستراكشن كلها مره واحده، لا ده انا هقسم الانستراكشنز بتاعتي اللي بتروح للسي بي يو اقسمها على كذا مره. ايه معنى كلمه انستراكشن اصلا؟ تعليمه او تعليمات بديها للسي بي يو، اجمع، اطرح، اقسم، احسب، تمام؟ نفذ، وقف الاردوينو ده او وقف السنسور ده او شغل الموتور ده، دي كلها اسمها انستراكشن. يا سلام يا سلام الله.
يا اسلام سامع عشان المايك في حاجه يا اسلام المايك يا اسلام سامعني كده؟ جدا اشتغلت معاك في عربيات؟ لا هيكملوا عليها خلاص لو هم الاسامبلي عملوها كويس خلاص بس لازم الخمسه اللي في التيم كلهم يجربوها يعني يفكوها يعني واحد يجمعها يفكها والثاني يركبها وهكذا لا خلي واحد يعملها لوحده عشان في الاساس كل واحد يعملها لوحده ماشي خلاص طيب انتوا امبارح خدتوا ايه؟ يعني كل ده شرحتكم امبارح؟ لا بعمل ماشي طيب Does it support Bluetooth and Wi-Fi؟ الأردوينو مش بيدعم البلوتوث ولا واي فاي. الأردوينو الراسبيري واي بيدعم عادي. الابلكيشنز ممكن اعمل ترافيك لايت كاونت داون اعمل حاجه بتعد اعمل اشاره مرور اعمل توصيلات شارع عربيه حاجات بسيطه زي كده انما الراسبيري باي لا اقدر اتحكم فيها بروبوت اقدر ان انا اوقف حركه او ان انا اشتغل على كاميرات والكلام ده اخد قرايات من الكاميرات وادخلها على موديل اي اي وموديل الاي اي يطلع لي ايه نتيجه. ده شكل الاردوينو ده كده الاردوينو اللي هو ايه اللي هو الاونو. هنا البنات على ايدك اليمين والشمال عندك البنات في نوعين ديجيتال وانالوج. الديجيتال دي اللي بتديني دايما 0 1 انما الانالوج بستخدمها مع القرايات اللي هي كونتينوس اللي هي بتبقى مستمره متغيره خلاص او ان انا عايز اطلع مثلا شده اضاءه معينه على كل قرايه اطلع شده اضاءه ضعيفه اقوى شويه اقوى خالص ما تطلعش خالص دي كده محتاج انك تبقى انالوج مش تبقى ديجيتال تمام. طيب هتلاقي في عندك حاجه اسمها الار اكس والتي اكس الخاصه بالريسيفر والترانسميتر اللي اقدر ان انا لو عايز اوصلها مثلا بواي فاي مديول فانا بستقبل حاجه وبرسل حاجه طبيعي اوصل الار اكس بتاعت البلوتوث بالتي اكس هنا تمام والتي اكس هنا بالار اكس اللي هنا خلاص يعني بعكس التوصيله مش بخليهم واحد لان ده بيرسل ده بيستقبل ده بيرسل وده ايه بيستقبل الاثنين بيكلموا بعض خلاص. طيب هوريكم شكل اردوينو والبنات اللي فيه الكلام ده. تعال بقى الراسبيري باي. الراسبيري باي اول حاجه ماشي فيها سنون بالشكل ده تبقى فاضيه تمام انت بتجيب البنات وتلحمها انت في المكوه بتاعتك تمام بس ما يبقاش فيها بنز لا تبقى فاضيه وانت بتجيب البنز دي صح على قدها وتحطها ولحمها بمكوه اللحام القصدي تمام. هتلاقي في عندك يو اس بي بورت هنا ويو اس بي بورت واحد اللي هو 3 واحد اللي هو 2 تمام. في فرق بين الاثنين من حيث ايه من حيث سرعه النقل والاحجام صح ولا سرعه النقل بس؟ انا مش متاكد منها حته الحجم من الحجم تقريبا واحد لكن ممكن في التايب بتاع اليو اس بي 3 و2. الجيجا بايت ايثرنت بورد ده مدخل كابل انترنت ده مدخل كابل انترنت ده اليو اس بي بورت اهو الثلاثه ده اليو اس بي بورت الاثنين. في هتلاقي تحت هنا ده البروسيسور اهو لا ثواني ده ايه ده دي الرام اما ان هي تبقى 1 جيجا او 2 جيجا او 4 او 8 تمام دي كده الرام. دي اللي بوصل فيها الكاميرا دي مدخل اتش دي ام اي يعني دي اوديو بلس فيديو كومبوزيت لا دي الجاك ده الجاك اللي فوق غير ده دي بتاع الكاميرا بس انما الجاك ده بتاع اوديو خلاص. طيب تايب سي لو انا عندي شاحن تايب سي ده انا بشغل بيه اصلا الراسبيري باي وده اللمبه بتاع التشغيل اللي بتاكد ان اللمبه شغاله او مش شغاله تمام. ودي برده هنا زي دي بالظبط بتاعت الكاميرا بس دي خاصه بشاشه العرض انا عايز اوصلها بشاشه عرض كده. البروسيسور اهو كواد كور كورتكس
في منه انواع طبعا، النوع انت طبعا اخدت الترم الاولاني، البيكات والاتنيجا والكورتكس والار من الحاجات دي كلها اللي هي انواع البروسيسورز اللي عندهم. تمام. طيب هبقى اجيب لكم راسبيري باي ان شاء الله، بصوا على التركيبه بتاعتها، هنشتغل برضه عليها، هنحكي عليها كود ونشتغل على السيميوليشن دي. تمام. يعني انا ممكن على بروتوس اشتغل على راسبيري باي على بروتوس. تمام. نجربها قبل كده؟ جربنا طويل على لا، ايوه جربنا راسبيري باي على بروتوس، سيرش ازاي تشغل راسبيري باي على بروتوس. Gathering the actuators, sensors and batteries. طيب think about whether your robot need a color sensor, distance sensor or an infrared sensor. قال لك تخيل انت بتعمل ايه يا ادم؟ بتعمل ايه؟ هو عايز نفسك كده عشان نشوف بتعمل ايه؟ طيب خلاص انت حددت الهدف بتاعك اللي هتشتغل عليه. قلت لي مثلا قلنا انك انت لو انت هتعمل عربيه بتعمل تحديد عقبات قدامها وبناء عليه تتحرك يا اما يمين اما شمال، او بتقف او بترجع او بتطلع قدام، صح؟ طب ايه السنسور ده محتاجه؟ التراسونيك سنسور، وبناء على القرايات هخليه يقف صح او يتحرك. طيب الالتراسونيك سنسور بيجيب اللي قدامه بس، صح؟ هو بيطلع بولسز من الترانسميتر يستلمها الريسيفر ويبعتها. طب الجنب بقى ممكن احط سيرفو، احط عليه الالتراسونيك اثبته عليه ويلف يمين يلف شمال، يقدر ان هو يحدد لي يعني انا مثلا عايز اخليه طول ما هو ماشي في حاجه قدامه صح؟ وقف، عايز اخليه يلف يمين يحسب المسافه اللي قدامه، ويلف شمال يحسب برضه المسافه اللي قدامه ويتحرك في اطول مسافه. تاني عملت التراسونيك على سيرفو موتور بيلف يمين بيحسب مسافه. يعني هو كده جه هنا كده وقف قدامه 40 سم منه وبين الحاجه راح واقف، هيبدا ان هو يلف يمين. ليه كده؟ رجل كرولوس بينه وبينها 60 سم، ولف كده رجل سلسبيل قدامها 20 سم. الحركه ده اتجاه حركه كرولوس ال 40 مش ال 20، الحركه من الناحيه الاكبر. هيجي عند كرولوس هيقف قبلها 40 سم او 20 سم، يبص يمين ويبص شمال. هيبص يمين هيلاقي ان قدامه متر، هيبص شمال يلاقي قدامه نص متر. اتحرك فين؟ في المتر. يفضل كده شغال على طول ما يوقفش ابدا، وعمره ما هيخبط ايه؟ في حاجه. وضحت؟ طيب دي اشاره احنا هنبرمجها مع بعض. هنعمل كده. انا عندي كام فانكشن؟ عندي الموف، عندي الستوب، عندي تيرن رايت، وعندي تيرن ليفت، عندي لوك رايت ولوك ليفت. دي خاصه بالسيرفو صح ولا غلط؟ ما انا هخليه يبص، ولو بص ناحيه اليمين لان هي اكبر هيتيرن رايت. يبقى كده عندي كمان فانكشن اسمها لوك رايت ولوك ليفت، وعندي فانكشن اسمها تيرن رايت وتيرن ليفت. خلاص؟ طبعا في كمان فورورد لو اتحرك قدام، في باكورد لو بيرجع لورا. خلاص؟ طيب انواع الميكانيكال ديفايس هتلاقي عندك الدي سي موتور، السيرفو موتور، والستيبر موتور. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الدي سي موتور شغال باستمرار، تمام، يا اما يمين يا اما شمال، تمام. السيرفو موتور فاست هاي تورك. يعني ايه تورك؟ معدل العزم بتاعه اقوى اتقل شويه، تمام. الستيبر سلو بطيء لكن عزمه اكبر شويه من السيرفو. كونتينوس روتيشن موتور بيستمر اللف بايه؟ باستمرار. يعني ايه؟ يعني يفضل يلف على طول لحد ما زي ما بنقول في اللعبه، تمام. طيب انما السيرفو اكيوريت روتيشن ويزن ا ليميتد انجل، هو بيلف 180 درجه بس او 360 درجه، ما بيلفش اكتر من كده.
بمعنى بيتحرك سنه سنه ويلف الدرجات بتاعته. انما الدي سي موتور لا، الدي سي موتور شغال باستمرار كونتينوس. طب الستيبر برسايز روتيشن برضه بيتحرك سنه سنه لكن ادق اكتر من السيرفو. يبقى انا عندي واحد شغال باستمرار على طول اما اتجاه يمين اما اتجاه شمال، وعندي واحد تاني بيتحرك بليمت اخره 180 او 360. ده نوع وده نوع، تمام؟ وعندي واحد تاني بيتحرك بدقه اكبر من السيرفو، لكن عيبه ان هو ايه؟ سلو، بطيء. طيب used for anything that need to spin at a high RPM اللي هو معدل الريت الروتيشن بير مينيت، اللي هو بيلف كام لفه كتير. هاي بيرفورمانس alternative to stepper motors، هو ده البرفورمانس بتاعه برضه كويس مش وحش. advantage over servo motor in positional control، هو ده بيبقى احسن من السيرفو موتور في التحكم في البوزيشن بتاعه. ما بنستخدموش كتير لكن بنستخدم السيرفو، بس ده الترو بتاعته اتقل، ده ممكن يفوت، ده ممكن يديك الحركه بالظبط، انما ده ممكن تديله مثلا يلف 180 درجه ما يجيبهاش مظبوطه. فاهمين ازاي؟ يبقى عندي واحد عشان سريع، عندي واحد بيلف باستمرار، عندي واحد بيلف اسرع ولكن بليمت معين 180 او 360 اخره، الثاني بيلف بدقه بس بطيء شويه. طب انا عايز اسال سؤال، هو الاول الكونتينوس بس في اتجاه واحد، الكونتينوس بيلف في اتجاه يمين وممكن انا اعكس السلكين بتوعه اخليه في الناحيه الثانيه، تمام؟ طيب السيت اب بتاعه ده ايزي سهل، سلكه في الموجب سلكه في السالب، خلص الموضوع. الستيرفو بيكون فيه 3 بنات، بالنايه بتاعه الجراوند، بالنايه بتاعه الباور الاسي سي، وبالنايه بتاعه البنيه نفسها الخاصه بالاردوينو. ده ايزي سيت اب اند كنترول، ده سهل توصيله برضه، بس بيحتاج معاه حاجه اسمها كنترولر صغير كده بنجيبه ونوصله بيه. لازم ده يتوصل باك يشتغل. ده دي سي موتور ممكن استخدمه في الكار ويلز والفان. السيرفو هستخدمه في الارمز لما اجي اعملها سيرفو، تمام؟ وده اقدر استخدمه في السي دي برينتر اند سيميلر ديفايسز، الحاجات اللي محتاج ان هي تكون الدقه في الحركه بتاعها عاليه. ما ينفعش في مكان السي دي برينتر استخدم سيرفو بيلف بسرعه، انا عايز حاجه تكون شغاله بدقه. ليه؟ لان الملي الواحد اللي هيفرق معايا في الحركه هيبوظ لي الرسم. صح ولا غلط؟ صح. هو احنا ساعة وربع صح؟ ماشي، خلص دلوقتي كومبليت 5 دقايق. وات از ذا مينينج اوف سنسور؟ ايه معنى كلمة سنسور؟ اجري عليه ولا في منه سنسورز اللي هي مستشعرات بستخدمها عشان اعرف درجة الحرارة. في سنسور بستخدمها عشان اعرف درجة الرطوبة، الضغط، المسافة زي الالتراسونيك، الأشعة بتاعت الحماة زي الانفراريد، الاي ار، الكالر سنسور عارف الألوان. ايه تاني؟ السنسور بتاعت المطر، تمام؟ السويل، السولار سنسور اللي هي اسمها اللي بتشغل اشعه الشمس، الطاقه الشمسيه، تمام؟ دي برضه فيها مستشعرات خاصه بالحراره تنزل من الشمس وتطلع الشمس بحراره الكهرباء او طاقه طاقه كهربائيه. اول حاجه عندي كلار سنسور، ده استخدامه من اسمه. الانفراريد سنسور ده لو انا جبت ايدي وعرضت عليه حاجه بيشغل الاشعه بتاعت بتاعت الحمراء. والديستانس سنسور او الالتراسونيك سنسور، عندي هنا التي والار. الترانسميتر ده عشان يشتغل بيطلع بولسز من هنا، من الجزء ده بيطلع بولسز من هنا تخبط في الاوبجكت ترجع تاني يستقبلها مين؟ الريسيفر فيشتغل، تمام؟ يقدر يحسب من خلالها الديستانس. الانفراريد ده هو السنسور لما يجيب حاجه عليه بيشتغل بالحراره. لو انا ولعت ولاعه قدامه هيشتغل، بيشتغل لو حاطط ايدي عليه خبيت عنه الاضاءه هيشتغل برضه. هيتنور اللمبه.
انا في عربيه عملتها قبل كده بخليها تمشي ورايا زي القطه، لو انا بايدي كده شفتوها؟ بحط ايدي كده هنا عليها، الف ايدي تلف ورايا وتحط فيها اثنين اي ار وواحد التراسونيك في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه. بقول لك ان هي بتقف وتلف، لا دي كانها ماسك يعني مثلا زي سلك، عارفين سلك تشوفوه كده يلف معاك بالشكل ده كده اهو. انا ماسك سلك كده يلف معايا كده، يلف معاك بحركه سلسه مش حركه صعبه. هنعملها مش غلط مع بعض. طيب assemble and connect the parts to the robot او البروسيسور. شايفين هنا بستخدم بريد بورد، دي اسمها بريد بورد يا شباب. البريد بورد دي بوصل عليها الاكشويتورز بتاعتي او السنسورز اللي معايا، يعني الالتراسونيك موصله هنا، موصل بازر، موصل ليد، موصل ديلي ده تقريبا مش باين شكله، تمام. ودي بتبقى ليها اتجاهات معينه في الرسم عشان ابقى عارف الاسلاك ماشيه ازاي. لو انا جيت النت ده ضعيف بس ماشي. البريد بورد من جوه بتبقى مرسومه بشكل زي كده ايه، صفوف وعمود، تمام. هو كل عمود متوصل بس تبقى بالشكل ده كده من جوه. ادي هنا بيبقى الجزء الموجب يبقى عليه علامه زائد، لكن هو مش موجب ولا حاجه، ممكن اوصل فيه سالب عادي يعني. وعندي جزء تاني هنا بيبقى مكتوب عليه سالب. ايه؟ عادي اوصل عليه موجب او سالب مش شرط، ده سلك، ده سلك يا ماما، تمام. طيب وده بيبقى مفصول بالشكل ده كده، وبعد كده يبقى فيه صفوف بالشكل ده كده، صح؟ دي شكل البريد بورد، صح ولا غلط؟ وهنا نفس القصة سلك، وهنا سلك. بالشكل ده كده. ده لحد هنا كده متوصل ببعضيه، وده لحد هنا متوصل ببعضيه. عشان اخلي كله متوصل ببعضيه اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها بريدج، واحط سلكايه هنا كده واحط سلكايه هنا كده عشان البريدين دول متوصلين ببعض. لو انا حطيت سلك هنا يبقى كل اللي هنا متوصل بيه. عشان كده بحط الموجب هنا بتاع البطاريه عشان اي حاجه موجب احطها هنا، وبحط السالب هنا عشان اي حاجه سالبه احطها ايه؟ احطها هنا. طيب تعالى بقى للصفوف. اي بنايه هنا متوصله بالسل دي كلها، يعني سواء حطيت السلك هنا او حطيت السلك هنا او حطيت السلك هنا او هنا، ده كله متوصل ببعض. نفس القصه هنا، نفس القصه هنا. دي كده شكل البريد بورد. يبقى الصفوف اللي في الجنب دي ده موجب، ده سالب، ده كله متوصل ببعضيه، وده كله متوصل ببعضيه. عشان اوصلهم ببعض اعمل بريدج، وهنا اعمل بريدج. خلاص؟ واضحه؟ ده معنى البريد بورد، التركيب الداخلي بتاع البريد بورد يعني. فيها اواب. طب جسر ماشي. طبعا بعد ما خلاص وصلت كل حاجه
بتوصل الاردوينو بتاعك بعد ما توصل الدايره بتاعتك بتوصلها بالاردوينو اي دي اي وتكتب الكود عليه وتحرق الكود، تعمل كومبايل وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل بيلد. خلاص؟ طبعا بختار النوع البورده بتاعتي في الاردوينو اي دي اي وبختار البورت بتاعي هيكون ايه؟ خلاص؟ اللي هو كوم 3 كوم 4 حسب التوصيله بتاعتي السلك اللي بوصلها. يقول بوصل اصلا. لو مش موصل مش هيظهر في كلمه بورت اصلا. تيست يور بروتوتايب، ابدا ان انا اتست البريد بورد بتاعتي. ممكن بدل ما اوصل كل الكومبوننت مره واحده ممكن الاثنين يطلعوا بره. ابو ضمن بس لازم اتست ايه؟ اتست البريد بورد بتاعتي. اتستها ازاي؟ بدل ما انا اوصل كل الكومبوننت مره واحده، لا اوصل سنسور واجرب واشوف عليه، يعني هل اصلا السنسور ده ممكن يكون محروق ولا لا؟ اجرب هل بيطلع فولت من غير ما اوصل اي حاجه. لو انا مسكت اي سنسور وحطيت عليه الافوميتر هيطلع لي نسبه فولت فيه موجود. تمام؟ طيب اشوفه شغال ولا مش شغال. ابدا بعد كده اوصل سنسور، وصلت مثلا البي اتش تي 11 اشوفه بياخد قرايات ولا لا. مش هوصل الدايره كلها وبعد كده تيست، وده الغلطه اللي هتقعوا فيها كلكم في الاسسمنت. بتوصلوا كل حاجه الاول بعد كده بتستوا. كان مش حاجه شغاله. لكن اوصل السنسور بتاع الحراره الاول اشتغل واداني قرايه تمام، واعرضها كمان في السيريال عشان كمان عندي اشتغل تمام، اخش على السنسور اللي بعديه خلص اشتغل على السنسور اللي بعديه وهكذا. خلاص؟ بعد كده بجمع كل اللي انا عايزه على الروبوت بتاعي توجذر بالشكل ده كده. هو حاطط هنا اثنين او فصل السنسور بتاعه فصل على جزئين. الالتراسونيك قسمه على اثنين، عامل جزء هنا وجزء هنا، جزء خاص بالترانسميتر وجزء خاص بالريسيفر. خلاص؟ طيب عليكم السلام. يا مصري في الموضوع. انا داخله اتابع واستحي انا بكره لو طلعت نكمل عملك بره معاك. ماشي؟ اخدت عليك اقول ده عليك على تاني شرط. Complete the final testing phase. طيب خش. معتقد الاعتذار. بعد كده تطلع نتابعها تسجيل ولا لسه؟ Complete the final testing phase. خلاص انا دلوقتي جمعت كل حاجه وعملت تيست على كل كومبوننت عندي في الدايره. دلوقتي ان انا جمعت وربطت كل حاجه بالشكل ده. ابدا ان انا ايه؟ اتست ان كل حاجه متوصله تمام. خلاص كده انا خلصت الفاينل تيستنج فيز بتاعتي. اقفل بقى لو في حاجات، يعني مثلا انا موصل لسه ما ركبتش العجله، اركب العجله. دي الفاين دي اللي هي ايه؟ بنقول عليها التفنيشه بتاعتي، ان انا بفنش الحاجه بتاعتي. خلاص؟ الالتراسونيك موصله بس حاطه على الارض، اجيب له الهولدر بتاعه اللي هو بالشكل ده، اللي هو الكاب بتاعه اللي بعلقه على السيرفو موتور بالشكل ده. تمام؟ وبحطه ايه؟ بحطه عليها. خلاص؟ be open to further changes. يعني ايه؟ يعني تبقى انت حاطط في دماغك ان ممكن تغير فيه فيما بعد. انا بعد ما عملت الروبوت ده بالاثنين اي ار لقيت ان الالتراسونيك ملوش لازمه، شلته. تمام؟ ممكن تبقى انت شغال بالتراسونيك تعوز تبدله، زي ما انا مثلا كنت شغال امبارح على مشروع بتاع طالبه في مصر التامين، كانوا برضه شغالين على مشروع بتاع صوب زراعيه والكلام ده، ومشروع كان كبير يعني. عملنا الموقع خلصناه واشتغلنا على الجزء الهاردوير، حطينا السويل ميزكشر وحطينا الووتر بامب وحطينا الدي اتش تي 11 وحطينا الزرع بالرمل والكلام ده. عملنا الماكيت تمام ووصلنا البامب. في الاخر اكتشفنا عشان نبعت قرايات ريال تايم من السنسورز دي وصلت ال سي دي بيها. تمام؟
وبعرض عليها التمبريتشر ونسبه امتصاص التربه علشان ابعت القرايات بتاعتي ريال تايم من الاردوينو للموقع بتاعي اي بي اي عشان اعرضها جوه الموقع. بالنسبه للفلاح هيخش على او المزارع هيخش على الموقع هيلاقي ان القرايه بتاعت الارض بتاعته درجه الحراره 25، نسبه الميه في التربه 100، تمام؟ او نسبه جفاف التربه 100. خش اتصرف او افتح لك الووتر بامب مثلا شغل لك الدنيا، تمام؟ طيب علشان ابعت القرايات دي ما ينفعش معايا اردوينو، عايز حاجه يكون فيها واي فاي موديول عشان اربط بيها الاردوينو بالقرايه بتاعته بالموقع. عشان كده استخدمت اي اس بي 01 واي فاي موديول صغير. فكان ممكن من البدايه اغير كل الكلام ده واشتغل باي اس بي 32 على طول. دي فيها واي فاي موديول جاهز بدل ما اربط باردوينو واربط باي اس بي تاني، تمام؟ فتبقى قابل للتعديلات ولا يحصل اي تغيير. خلاص؟ وهو بعد ما وصل هنا راح غير الكلام ده وحط ايه؟ حط فوقيه ارم روبوت شغال بيه مثلا، تمام؟ بس فتبقى في تعديلات ممكن تحصل معاك في البروجكت اللي انت شغال عليه عادي. ده اللي بيحصل اصلا معاكم في الكابستون. لما تشتغلوا على فكره معينه يقول لك لا غير، طب تزود فيها كذا، هتلاقي نفسك مش بتبدا من البدايه، لا ده انت بتعدل على القديم. بس وقفت لحد هنا كده، نبدا مع بعض الاسمبلنج واشرح لكم الموتور دريفر بيعمل ايه، واشرح لكم المواتير حركتها ماشيه ازاي والروتيشن بتاعتها والكلام ده المره الجايه ان شاء الله. لا اوتوكام 1 في الاسمبلي، لما نجمع الاسمبلي يبقى اوتوكام 1 خلص. بس اخدنا